نعم، كما نفتخر بحضارتنا القديمة والحاضرة، ولنا تاريخ يشهد له مقتضيات الحياة. يعتبر الإنسان اليمني مشهور في شتى المجالات، في البناية، في الحروب، في جميع شتى المجالات. واليوم نطل عليكم أنا وأنتم في أجمل بحيرة يمنية قديمة بناها الإنسان وصنعها بيده، ممتدة من زمان طويل. وهذه البحيرة تسمى سد مارب العظيم. سؤال حلقة اليوم يقول: أين ومتى بني سد مارب العظيم؟ نشوف آراء وتعليقات المواطن اليمني. ننطلق. السلام عليكم. وعليكم السلام. شهر كريم علينا وعليكم بالعافية. عرفنا على اسمه. مراد محمد علي العسكري. مراد العسكري، أهلا وسهلا. سؤال حلقة اليوم يقول: متى بني سد مارب؟ سد مارب، نعم. هو قديم يعني حوالي 1500 سنة على ما أذكر. متى بني؟ في أدي لك مساعدة. هل ما بين القرن الثاني والثالث، أم ما بين القرن الرابع والخامس، أم ما بين القرن السادس والسابع؟ لا، ما أعتقد ما بين القرن الرابع والخامس. والإجابة؟ عليكم السلام ورحمة الله. شهر كريم على الجميع إن شاء الله. عرفنا على اسمه. ياسر المعمري. ياسر المعمري. سؤال حلقة اليوم يقول: متى بني سد مارب؟ بنى سد مارب في السنة 10 قبل الميلاد. والإجابة؟ السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. شهر كريم. أهلا وسهلا. عرفنا على اسمه. وليد حسن علي الحباجي. وليد، متى بني سد مارب؟ والله ما أعلم. تحياتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شهر كريم. علينا وعليك. عرفنا على اسمه. محمد يحيى. محمد يحيى. سؤال حلقة اليوم يقول: متى بني سد مارب؟ أحن بنا التنا. أيوة. يعني في يوم برانا. السلام عليكم. السلام. شهر كريم. السلام. عرفنا على اسمه. أكرم. سؤال حلقة اليوم يقول: متى بني سد مارب؟ متى بني سد مارب؟ إن شاء الله نتجمع احنا. متى بني سد مارب؟ ما سؤال حالي. حيادة روما للطب وتجميل الفم والأسنان، في وجود كادر طبي متخصص. كل الطرق هنا تؤدي إلى جمال ابتسامتك، تحت إشراف الدكتور وائل الذرحاني، صنعاء، شارع 60 الغربي، مدخل سنينة. جوال 7289994441 روما. السلام عليكم. عليكم السلام. شهر كريم. الجميع العافية. عرفنا على اسمه. علي حزام ناصر العوامي. علي حزام ناصر العوامي. سؤال حلقة اليوم يقول: متى بني سد مارب؟ سد مارب متى بني؟ ولا ما قريت أنا ولا كتب. أنا ما قريت ولا شيء. حياتي. السلام عليكم. عرفنا على اسمه. مروان البعداني. أهلا يا مروان. سؤال حلقة اليوم يقول: متى بني سد مارب؟ متى بني سد مارب؟ نعم. قبل الإسلام، في الجاهلية. في أي قرن؟ لأن أول خطوة في العلاج تكمن في التشخيص الدقيق، ولأن صحتك تهمنا. أهم. عليكم. وعسى بركته. شهر كريم. علينا وعليكم بالخير والسعادة والعافية. عرفنا على اسمه. أنا أحمد محمد حسن. أحمد محمد حسن. سؤال حلقة اليوم يقول: متى بني سد مارب؟ بني سد مارب. نعم. هذا بني عام 1850. هو قديم. 1000 أيوة، عام 1000.
عام 1000 يا عم أدي لك خيارات أساعدك. أيوة. ما بين القرن السابع والخامس، ما بين القرن الثالث والرابع، ما بين القرن الثامن والتاسع. ما بين القرن الثامن كيف والتاسع. حلو حلو والإجابة حلو الحلو تحياتي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شهر كريم. على الجميع إن شاء الله. عرفنا على اسمه. بشير محمود محمد مسفر اليوسفي. أهلا وسهلا أستاذ بشير. سؤال حلقة اليوم يقول: متى بني ست مارب؟ يعتبر ست مارب من منجزات الإنسان اليمني العظيم التي بناه الإنسان اليمني. متى بني هذا الست؟ في اختيارات. أجيب لك خيارات. هل ما بين القرن الخامس والرابع قبل الميلاد، ما بين القرن السادس والسابع، ما بين القرن السابع والثامن؟ السابع والثامن. ما بين القرن السابع والثامن. والإجابة رقم كم؟ الإجابة الثانية. ما بين القرن السابع والثامن. بني ست مارب ما بين القرن السابع والثامن قبل الميلاد. نعم، والإجابة صحيحة. جيب الجائزة. هذه الجائزة مقدمة من قناة أيمن روحاني. كلام الله. هذه الأولى، وهذه قناة أيمن روحاني من عدة شركات مقدمة قسائم. القسيمة الأولى منحة مجانية للمعهد الكندي للتدريب وتنمية القدرات. إنجليزي. نعم. تمام. شارع الدائري الغربي ما بين جولة سيتي مارت وجولة الجامعة. كما نشكر الداعم الرسمي إسماعيل الجبري. الثانية من مركز الرازي التشخيصي جوار هيئة مستشفى الثورة عمارة الحبيشي، خصمية 20% في جميع الفحوصات والكشافات. والثالثة قسيمة معاينة مجانا وخصم 50% في جميع المعالجات عيادة روما لطب وتجميل الأسنان. الموقع صنعاء 60 الغربي مدخل السنينة. تستاهل. كما نشكر الداعم وائل الدرحاني. عرف الجمهور مرة على اسمك. بشير محمود محمد مسفر اليوسفي. أهلا يا أستاذ بشير. سؤال جاوب على سؤال حلقة اليوم: متى بني ست مارب ما بين القرن السابع والثامن قبل الميلاد؟ ويعتبر ست مارب من منجزات الإنسان اليمني العظيم، وهو أكبر بحيرة في اليمن. تحياتي إلى اللقاء في حلقة جديدة وسؤال جديد وجوائز جديدة، وإلى اللقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه. مشاهدينا الأكارم، انتهت حلقة اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى جوائز جديدة وحلقات جديدة، وإن شاء الله تدخلوا على جوائز ب500,000 ريال. تحياتي للجميع.